الفتح خسر 9. الهزيمة الأكبر والمصايب فوق بعضها. مشكلة جوزيه جوميز الأولى مع نادي الفتح. سقوط جوميز بعد رحيله عن الزمالك، وتقريبا هيفسخوا التعاقد. أنا بقى جاي أقول لك إيه اللي قدمه جوزيه جوميز مع الفتح في الدوري السعودي. جولتين فقط مع جوميز مع الفتح والنتائج كارثية. المباراة الأولى انتهت بالخسارة قصاد الوحدة 2-1 وعلى أرضه. أما المباراة التانية فهي فضيحة بمعنى الكلمة قصاد نادي الهلال. الهلال ذل الفتح، مش 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4، 9-0. وجوميز كان قاعد بيتفرج زيه زينا. وأقول لك معلومة، دي الهزيمة الأكبر في تاريخ الدوري السعودي بعد ما بقى اسمه دوري روشن. الفتح في آخر جدول الترتيب ب6 نقط بس. الحقيقة موقف صعب جدا للفريق، والضغط بيزيد على جوزيه جوميز. لا وكمان بعد ما أعلنوا إن نادي الفتح ممنوع من قيد أي لعيبة من قبل الفيفا في ميركاتو يناير الحالي. إلى أين يتجه الفتح بقيادة جوزيه جوميز؟ والحقيقة الفيديو ده عشان أقول إن الزمالك كبير، أكبر من أي لاعب أو أي مدرب أو أي إنسان في الدنيا. اللي يبيع الزمالك دايما خسران. إحنا الزمالك، إحنا اللي بنصنع النجوم، سواء جوميز، كارتيرون أو حتى باتشيكو أو أي لاعب نط من المركب وهرب. وعلى فكرة الأمثلة كتير، مش محتاج أقول لكم أسماء. اللي يبيع الزمالك وجمهوره عمره أبدا ما يكون كسبان، والأمثلة عندكم ياما.